ولكن التعادل سيد الموقف. بالمرتبة الرابعة صار في تعادل، وبالمرتبة الثالثة وحتى بالمرتبة الأولى فاحتل الصدارة مينا نادر والثنائي اللبناني محمد فوعاني وعلي منصور. الخبر الحلو مش هون بس، إنما الرسالة يلي وصلت هالأسبوع على مقر المشتركين، وكل التفاصيل بهالريبورتاج. إلى الثنائي اللبناني محمد فوعاني وعلي منصور ومينا نادر. مينا أمينة تعال يا مينا. إلى الأعزاء محمد وعلي ومينا، لأنكم تميزتم في البرايم السادس وتصدرتم ترتيب المشاركين، فأنتم مدعوون لتمضية يوم رائع في واحد من أجمل المواقع السياحية والبحرية على شاطئ البحر المتوسط. ستتوجهون غدا إلى مدينة جبيل، وسيتولى الثنائي محمد وعلي تعريف مينا إلى ميناء المدينة العريقة. انت المرشد السياحي بتاعي يعني علي تمام. طب هتفسحوني. بالوقت المحدد كان محمد فوعاني ناطر مينا. بقول لك هو انت فين اصلا؟ يلا على البوابة. مش لاقيك. وبدأت الجولة بالسوق العتيق، بس علي وين؟ انت فين علي؟ علي ما حيقدر يكون معنا هلا. هيخلص ويجي؟ حيخلص ويجي. بالسوق التقوا بمعجبين يلي عبروا عن اعجابهم بذا كوميدي، ومش غريب يكون مينا ومحمد وكل الكوميديين اليوم من نجوم الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي. انا اسعد. انا كثير معجب فيكم. شكرا. حلو والله بابا. الله. ايوه يلا يا حاج. هات حبيبي. ايوه ايوه. انت عارف الفكره في ايه؟ تصدق حلوه الطبله دي. السوق فيه حاجات كتير قوي حلوه، فكرني بخان الخليلي، يعني حسبت لحظه ان انا رجعت مصر. انا في ميداليه كده بدور عليها، انا نفسي فيها ميداليه كده ايه لبنان، يعني اللي يشوفها لبنان. لحظة رح فرجيك. ماشي. طب والله انت عندكم حاجات حلوه. هاي حلوة. لا في واحده تانية. لا دي احلى. هاخد دي. المشي بجوع، ولأنه هاليوم هو يوم لبناني بامتياز، اختار محمد يعرف مينا على أهم الأطباق اللبنانية وأطيب المزاج. شوف ما اعطيتني رأيك. ما انا مش عارف الاسماء، احنا يعني بنسميها طحينه عندنا. تبولة. الاثنين جامدين. هول كانوا مشاوي قبل ما ينزلوا بقوا هون. مشاوي هنا، يعني مشاوي هنا من هنا ما فرقت. طلبنا اكل وعلى اساس انه علي يجي، فمينا قد ما انبسط بالاكل اكل حصته وحصت عليه، وعشوائي كان عم بيقرب على اكلاتي لو ما انا قد حالي، يعني ما خليته يقرب عليها. انا خليك تاكل اكل علي، بس من يوم ورايح انا وياك ديو واحد. شو رايك؟ اتفقنا خلاص. واقترح محمد يكملوا هالنهار الطويل بجولة بحرية. على المينا وجدوا علي بالانتظار. الحمد لله على السلامه. يا خونة. وبلحظة الصعود على المركب خاف مينا من دوار البحر. أمينة! جبان كان يوم مميز لشباب متميزين متفوقين بيملكوا مفاتيح النجاح، لكن المشوار طويل وقدامهم بعد جولات وجولات إذا قدروا يحافظوا على الصدارة.